دلوقتي هنكمل شرح الجزء الباقي من الكاتيجوري بتاعت فاينانس. احنا خلصنا invoices وال products، عرفنا الباقات. هندخل دلوقتي على subscriptions و financial report والموبايل wallets. subscriptions زي ما قلنا دي عبارة عن جزء ان بيطلع لي انا اشترك معايا قد ايه في باكج معينة، حاجة تفصيلية ببقى فاهم كل الدنيا بتاعتي. فلو جيت عملت هنا فلتر، طلّع لي الناس اللي اشتركت معايا في الpackage اللي اسمها silver زي ما إحنا عملناه من شوية، واللي خدوا 3 شهور. تمام. ولو في user معيّن اللي هو مثلًا أندرو أو محمود أو team member تحتي أنا سجّل الاشتراك. ومثلًا في حالة إن حد عمل renew أو new بس. تمام. لو في client معيّن gender معيّن أشوف قد إيه male أو female اشتركوا في الpackage دي. فبالتالي باطلّع زي raw data إن أنا باقدر أفهم منها الpackage بتاعتي دي نجحت، حققت مبيعات فعلًا والّا لأ، وهكذا. ولو عايز أحدد كمان payment method على حسب إن أنا دفع لي إزاي. وبعدين باعمل filter، فبالتالي يطلّع لي كل حاجة. مثلًا أحمد باكج اسمها silver، كل التفاصيل بتاعته أهي كلها، فاضل له كام يوم، مين اللي سجلها، الشخص نفسه اللي فاتح الأكونت سواء أنا كhead coach أو الدكتور المسؤول أو المانجر أو أيًا كان، والteam بتاعي اللي تحتي. تمام. ولو إن أنا عايز أطلّع invoice وأبعته له زي ما إحنا اتفقنا عادي جدًا، اللي هو الفاتورة بتاعته. هنا الfinancial report ده جزء حلو جدًا إن أنت تقدر تدير الحسابات بتاعتك وتبقى عارف دخل لك فلوس قد إيه وأرقامك وكل التفاصيل دي. فمثلًا ممكن آجي أقول اعمل لي filter من يوم، هنفترض مثلًا من يوم 1 جولاي لحد، آجي من هنا وأدوس today لحد النهارده. تمام. وبعدين أعمل filter، فبالتالي هيطلع لي كل الأرقام اللي أنا عملتها في الفترة اللي فاتت. حلو. فهيجي يقول لي بقى all subscriptions، كل الاشتراكات بتاعتك قد كده بالعملة، سواء بقى العملة اللي أنا مدخلها وأنا بكرييت أصلا البرودكت زي ما احنا كنا شفنا. النيو سبسكريبشن قد كده، اللي عمل رينيو وجدد معايا كام مرة قد كده، اللي عمل ابجريد مثلا كان في باكج سيلفر اتحول لباكج جولدن وعمل ابجريد. تمام. وهكذا بقية التفاصيل كلها. الأول سبسكريبشنز كام واحد خلص اشتراكه، كل ده في الفترة اللي أنا دخلتها. تمام. وهكذا كام واحد دفع لي كاش، عدد الكلاينتس بالفلوس اللي هاخدها، فودافون كاش، وهكذا. لو أنا عايز أراجع الحسابات بتاعتي طبعا بكل البيمنت ميثود اللي أنا دخلتها. تمام. كام واحد اشترك معايا من دول مثلا مصر، كام واحد فيهم ميل اشترك أو فيميل والتوتال. ومثلا حد اشترك معايا من نيذرلاند هولندا، فكام واحد ميل وفيميل وهكذا. البرانشز دي الجزء الخاص بزي الكلينكس زي ما احنا قلنا، عندي مين برانش، عندي مثلا كايرو برانش، منصورة برانش، لو عندي اكتر من حاجة. تمام. دي الجزئية بتاعتي. فممكن بعد كده ان انا اعمل برنت واحتفظ بالموضوع ده كل فترة، من مثلا كل يوم واحد هعمل الموضوع ده ويطلع لي ريبورت واطبعه فاحتفظ بيه لو انا عايز اعمل كده. تمام. والموبايل وولتس دي اللي احنا قلنا عليها، إن أنا باجي أسجل اشتراك. أنا ضايف مثلًا عندي محفظة أورنج كاش وده رقم التليفون كمثال. هاجي أعمل create، عايز أضيف wallet تانية، باكتب اسم المحفظة نفسها أيًا كان فودافون كاش وأكتب الرقم وباعمل save. ده مش عشان الكلاينت يدفع على أساسها، لأ، ده عشان وأنا باسجل البروسيس تبقى طالعة عندي باختارها. طب فين الكلام ده؟ ممكن نروح نشوفه. هادخل مثلًا على أي كلاينت، نفترض إن أنا عايز أعمل له subscription، فبالتالي once إن أنا ضفت الwallet. تمام. فأنا ممكن آجي من هنا وآجي أعمل edit. فلما آجي أعمل edit هيطلع لي الinformations بتاعته اللي إحنا كنا عملناها. فده الsubscription. لو جيت عملت واحدة جديدة، هاجي من هنا payment method، هانزل تحت هالاقي مثلًا عايزين نحط wallet. تمام. خلّيها مثلًا لو كاش أهي، مثلًا فودافون كاش. تمام. فبييجي من هنا بيقول لي هو أدفع من أنهي حاجة الرقم. ممكن نخلّيها فواتيرك PayMove فوري. ماشي PayMove. تمام. أو نخلّيها PayPal، ممكن تبقى أونلاين. تمام، أهي حلو جدًا. ده موضوع الwallet أهي. to phone number، أنهي محفظة، دي المحفظة اللي أنا كنت ضفتها. فأنا عايز options تانية تطلع قدامي، هاروح إن أنا أضيفها في الجزء الخاص ب finance وبعدين mobile wallets. ده كده يبقى خلصنا الجزء الخاص بالfinance بالcategories بتاعته كلها.